يمكن دي ما تكونش المرة الأولى اللي أدخل فيها في عالم موازي، بس الأكيد إن هي مش هتكون الأخيرة. علشان كده بطل عالم موازي النهاردة هو الأول والأخير لاشين. استنوني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر ورحب بكم، انا مروه خالد ويلا نبدا. بص، المره اللي فاتت اديتك هنت كده عن عالم موازي دخلت فيه بسبب الكتب الصوتيه، فالنهارده قررت ان انا هرغي معاكم عن العالم ده اكتر، يعني استحملوا رغي شويه. والبدايه كانت شهر 6 اللي فات لما اشتركت في احد تطبيقات الكتب الصوتيه، مش هقول اسمها لان انا زعلانه منهم جدا، عشان انا شكرت فيكم وشكرت تطبيقات تانية الفيديو اللي فات ومحدش فيكم عبرني باشتراك واحد مجاني، بس انا قلبي طيب وهقول فيديوهات. يلا بقى، يعني شوفوني باشتراك، يعني عبروني. المهم بعد ما اشتركت بدأت اقلب بشكل عشوائي فيه لحد ما لقيت حاجة كده اسمها بعد منتصف الليل، وعبارة عن 6 مواسم. قلت يلا انا فاضية ومعايا اشتراك ودافعة فلوسه فاسمع، قررت اسمع، ومن هنا بدأت تندهني النداهة. بعدها لما خلصت اكتشفت ان انا اتعلقت بالعالم ده جدا، واتعلقت بلاشين ومهاب وسهير والحرنكش والشمامة، كل الحاجات دي. اللي عارف مهاب كويس هيبقى عارف انا قصدي ايه بالحرنكش والشمامه. بس وانا بقى عرفت ان العالم ده ليه بوابه تانية اقدر ادخل منها، وهي سلسله روايات لاشين الاول والاخير. ان شاء الله ما يكونش الاخير يعني. بس قبل ما احكي لك عنه اكتر، تعالى كده هقول لك على حاجه. فكره ان الكاتب يخلق عالم من الروايات وان انا اتعلق بيه هي مش المره الاولى خالص، حصلت معايا مرات كتير، وده لاني بحب ان الكاتب فعلا يخلق عالم فيه شخصيات تحسها من لحم ودم، ليها بعد معين، ليها تاريخ، عارف يوصفها لك كانه انسان حقيقي فعلا وهو اللي كاتب مذكراته. حاجه كده قادره ان هي تخلق ارتباط ما بين القارئ والكاتب. يمكن بالنسبه لي اكتر حد نجح في الموضوع ده هو العبقري احمد خالد توفيق. يعني وانا بقرا ما وراء الطبيعه مثلا كان بيصعب عليا رفعت اسماعيل جدا، وكان بيصعب عليا وحدته. طب اروح ازوره بشويه علاج واقعد معاه طيب ولا اعمل ايه؟ ولا وانا بقرا اسطوره تختلف وكان بيصغر في السن، كان بيصعب عليا جدا، اللي هو انا عايزه البس وانزل دلوقتي ادور عليه، اقعد معاه وهو صغير كده وخايف وقاعد لوحده في البيت، اخد بالي منه. ايه يا جماعه لو سمحت، انا مش مجنونه على فكره، انا عاقله جدا. على الاقل يعني انا مش واحده بتغير على رفعت اسماعيل من ماجي، زي واحده كده انا اعرفها بس مش هقول اسمك، ياه هتعرفي نفسك لوحدك وتكتبي اسمك في الكومنتات. اقول لكم سر، انا لحد دلوقتي بخاف اقرا اخر عدد اللي بيموت فيه رفعت، وده لان انا متاكده ان اللي هعمله في البيت اهلي هيتاكدوا، هم شاكين بس هيتاكدوا ان انا مجنونه، هيطلبوا لي العباسيه وش هاكد شكوكهم. علشان كده ستظل تجربه ما وراء الطبيعه هي التجربه الاجمل في حياتي، واللي هفضل اتكلم عنها على طول. ان شاء الله هتكلم عنها في برنامج منى الشاذلي. لو انت مش مصدق كلامي يا صديقي وشايف ان انا بأفور، فانت تقدر دلوقتي تعالى نيجي في الفتره اللي احنا حاليا فيها دي. اغلب الكتاب الجداد بيحاولوا ان هم يعملوا شخصيات تعمل علاقه ربط ما بين القارئ والشخصيات دي. وتعالى نقول مثال حديث شويه. يمكن من فتره روايات ميرنا المهدي كانت طالعه ترند جدا، سلسله تحقيقات نوح الالفي، وطبعا انتوا عارفين قطز اللي بيكراش عليه نص بنات التيك توك والنص التاني بيكراشوا على نوح وصلاح. وانا يعني بشوف الناس اللي بتكراش على صلاح دي ارجوكم روحوا اتعالجوا ارجوكم. بس انا يعني مش عايب عليكم، عشان انا جيت لكم النهارده ببطل نصه بني ادم، احنا معانا بني ادم، والنص التاني شيطان، فاحلى مسا عليك يا لاشين. تعال بقى نرجع لبعد منتصف الليل. انت من سمعت الاسم اكيد لو انت بتقرا ما وراء الطبيعه فلمحت على الاسم كده. ده بالظبط بعد منتصف الليل برنامج كان بيقدمه شريف السعداني وضيفه الدائم الاستاذ الدكتور رفعت اسماعيل، استاذ امراض الدم. البرنامج كان بيقدم الرعب والماورائيات، لكنه اتمنعوا ده لان هم شافوا انه بيسبب الرعب للاطفال، على اساس ان مش الاطفال هم اللي سبب الرعب في العالم والكون. لكن سنه 2020 بيرجع البرنامج مره تانية مع مهاب عماره ومع الضيفه الدائمه سهير زاهر صاحبه كتاب اشباح الموالد. وبالمناسبه دي جايبه لك خبر جديد كده لو انت متابع، يعني فاشباح الموالد هيتقدم كميني دراما عربيه من اول 31 اكتوبر على هيئه 6 حلقات بتقدمها سهير زاهر. يعني انا قلت لك اقول لك عشان تتابع معايا ونتابع سوا ونشوف. قد تظن يا صديقي ان بعد منتصف الليل هو جاست برنامج بيقدم الرعب وخلاص، لكن يا صديقي هو ده كان بدايه ل 17 جزء من سلسله لاشين، وربنا يزيد ويبارك ويكتر في اعدادنا. واتخلق لنا عالم انا اتعلقت بيه واتعلقت بشخصيته اللي للاسف مش هعرف ان انا اقابلهم ومش عارفه موف اون بسببهم. يعني يلا هنطلع فاصل، مش قادره. فتعالى ارغي معاك عن العالم ده. بص انا هحاول ما احرقش عشان لو انت لسه هتسمع او هتقرا، بس هحاول همسك نفسي. ومعانا في اول الشخصيات صوت درامي مهاب او حرنكش.
مهاب في البداية الشهادة لله كان رخم ورزل وعليه جملة هنوعدكم هنرعبكم، كنت بسمعها من هنا واتغاظ من هنا. كان متصنع بشدة، متصنع بجد. بس بعد كده بقينا سمنة على العسل وبقيت بحبه جدا، وبقيت بحب جملة هوعدكم هرعبكم. بصراحة اكتشفت ان هو شخص والله غلبان جدا وصاحب صاحبه واتبهدل جدا معاهم في القصة، يعني طلع عينه. فبقيت خلاص بقى يعني رديت عليه. حرنكش لما بقى على طبيعته وبقى بشخصيته الحقيقية بقى محبوب اكتر، وخصوصا خوفه من الشمامة. الراجل شعره بيض من الرعب اللي شافه، مش هقول لك ازاي بقى، مش هحرقها لك. فاصبح من المفضلين بالنسبه لي، وبقى خلاص الشخصيه المحبوبه بالنسبه لي. نيجي لشخصيتنا التانية وهي سهير زاهر. في البدايه كنت حاسه ان هي شخص متوتر جدا وشخص تايه طول ما هي بعيده عن جوزها اسامه. علشان اكون صريحه معاك يا صديقي، انا في البدايه ما كنتش قادره ان انا اعمل انطباع حقيقي عنها. هل هي فعلا شخص فاهم وقادر ان هو يحكم في المواضيع الماورائيات دي، ولا شخص اترمى بالصدفه في السكه دي وخلاص؟ لكن بصراحه لما قريت اكتر وعرفتها اكتر اكتشفت ان هي فعلا شخص فاهم ومثقف، كمان بتهتم وبتطور نفسها في المجال ده. انا بشوف ان سهير بتفتح كده وبتدي تظهر شخصيتها اول لما بتبدا تحقيق ما ورائي. بصراحه انا بشوفها طفله عندها فضول شديد، حتى علاقتها باسامه اوقات كانت بتزهقني بصراحه، بس اوقات تانية كنت بشوفها ان هي قصه حب طيبه، علاقه زوجيه اصيله كده. يعني انت معاك يا صديقي اللي هناك يلي بتقول السلسله اسمها لاشين وانت اتكلمت عن كل الشخصيات يا ضلاليه الا لاشين، بعيدا عن طريقتك اللي بدات تتغير معايا وتون صوتك اللي بدا يعلى. بس انا هكون اصيله وهجاوبك ولينا حساب تاني بعدين. وده لان انا اخرت الكلام عن لاشين، ده لان اللي جاي كله لاشين. ومعانا دلوقتي صاحب الشخصيه اللي مليانه شيطانيه، ادم لاشين. حاسه ان انا في فرح بقدم شخصيه ادم لاشين. بصراحه الكاتبه ابدعت في عمل الشخصيه دي، عملت شخصيه من لحم ودم وشويه شياطين مع بعض. يعني ده من اكتر الشخصيات اللي انا قادره اتفاعل معاها، ساعات ما بقاش عارفه اغلطه ولا اتعاطف معاه ويصعب عليا. بدايه معرفتي بلاشين كانت معرفه سطحيه، ما كنتش عارفاه قوي. يعني لما كان بيطلع في برنامج بعد منتصف الليل كان يا اما بيرازي في مهاب او بيطلع يغازل في سهير. لكن بصراحه لما قرات السلسله عرفته اكتر، وبصراحه قدرت ان انا اتعاطف معاه. علشان كده وانا بحكي دلوقتي هتلاقيني مصدقه جدا، فصدق ان انا مصدقه. ماشي. ادم ابن الدجال لاشين، وده كان السبب لاضطهاد الناس ليه في طفولته. ملوش في الدنيا غير امه واخوه اللي كانوا بيشجعوه جدا وبيحاولوا ان هم يبعدوه عن الواقع ده باي طريقه ممكنه. طبعا انا بحيي استاذ شيرين هنيه على اختيار وظيفه مهندس للاشين، وده ملوش علاقه بالمحتوى العلمي خالص. هو ده لان شخصيه زي لاشين شخصيه شيطانيه لازم تكون مهندس. هي وظيفه المهندس تليق بالشياطين بصراحه. وبموت الاب لاشين بتبدا المعاناه مع عهد الدجالين اللي بسببها بيخسر امه واخوه اكتر داعمين ليه في الحياه. هو نفسه بيعاني مع المرض فتره كبيره جدا لحد ما بتنتهي الرحله دي بان هو بيكون شخص وحيد بيقرر الانتقام من الشياطين اللي قتلت امه واخوه. ادم كان مهندس ذكي وقارئ شاطر، قدر ان هو يتعلم كل ما يخص الشياطين والسحر من الكتب، واستغل علمه مع الحاجات اللي قرأها دي في ان هو يعمل مصيدة للشياطين وكلهم. هو حرفيا كلهم، بدأ يلتهم الشياطين دي ويصبحوا جزء منه، وبقى آدم لاشين جزء إنسان وجزء شيطان. وهنا يا صديقي بتبدأ المعاناة بتاعت آدم لاشين، ان هو دلوقتي حاليا بقى شخص جواه حاجتين عكس بعض، جزء إنساني بيتعلق وبيتشعلق بأي حاجة إنسانية، والجزء التاني جوه خلاياه عبارة عن شياطين. يعني انا بشوف ان الجزء الانساني ده كان بيظهر في ان هو كان دايما متشعلق في الصلاه، رغم اللي كان وقت ما بيصلي الشياطين كانت بتمرره حرفيا وكانت بتصعب عليه الوضوء وبتصعب عليه الصلاه. كمان علاقته بربنا وانه اخد على نفسه عهد انه ما يتسببش في اذيه انسان. كمان بنشوف تعلقه بانسانيته في حبه لسهير، وده لان هي حب طفولته حقيقي، اللي اول ما قابلها في المكتبه. هي ست متجوزه وهو نكد عليها عيشتها، بس احنا بنشوف الجزء الانساني في لاشين. ارجوكم خلينا في الجزء ده. كمان بنشوفها في علاقته بمهاب اللي مع الوقت هتتحول لصداقه. مهاب هيتدشمل بسببها، بس هما يعني صداقتهم كانت حلوه. عجبني كمان ان الكاتبه شيرين هنيه قدرت ان هي تبني لشخصيه لاشين تاريخ وبعد معين، وده ظهر في عدد ابناء دهية واللي بعده. ده لان هي بدات ان هي تحكي عن جده وعن دهية ومملكتها. بدات ان انا اشوف للاشين ده تاريخ وبعد، ومش مجرد ان هو شخص عشوائي حصل له ده كله، لا هو في حاجات او مسببات بدات ان هي تساعد باللي حصل ده ان هو يعمله الكوليكشن ده كده كله يعمل لي لاشين. ادم شخص مثقف وفاهم، مش مجرد ان هو شخص نجح في ان هو يلتهم الشياطين وبس، هو قدر ان هو يقف قصادهم وبقى قوه بيخافوا منها. بس شايف يا صديقي رغم القوه اللي هو فيها دي كله، الا ان نقطه ضعفه هي وحدته.
ان هو شخص وحيد مش قادر انه يحقق ابسط الحاجات في انه يحب ويتجوز ويبقى عنده اطفال وبعد كده يموت لما يكبر. وده هتعرف هو ليه حته الموت دي صعبه بالنسبه له. ده كله مخليه عايش في عذاب. هو ما اختارش اللي حصله ده، هو اختار الانتقام، بس ما اختارش البدايه اللي حصلت من عهد الدجالين. اللي بيخليني اتعاطف مع برضو اكتر حب لوسير، يعني استغفر الله العظيم هي اصلا متجوزه، بس هي علاقه بجد غريبه. غريبة جدا. يعني عملت طول الاحداث يقول لها صغيرتي 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 وهي اصلا اكبر منه ب10 سنين. كومبليكيتد. كمان لاشين كان شايف ان علاقة سهير بأسامة اللي هو جوزها يعني علاقة معقدة ومش حلوة، وان علاقته بيها هتكون هي الانسب والاحلى. هو اللي شايف كده مش انا، ماليش دعوة. يعني لو بقوا مع بعض هيطلع سوا بقى في تحقيقات ما ورائيه، هيبقوا قابل متعفرت هايل جدا. بس بصراحه احقاقا الحق لاشين كان واخد راحته قوي في الاعداد. يعني عمال طول الاعداد صغيرتي صغيرتي ويتغزل فيها ويقول كلام والناس تقرا واسامه يقرا. يعني اعمل اعتبار لجوزها يا عم. الاصعب ان الموضوع بقى نقاش على السوشيال ميديا، مين الاحق بسهير، اسامه جوزها ولا لاشين؟ يا جماعه ارحموا الراجل. الراجل جاله اكتئاب بجد. يعني الاوقات كان بيصعب عليا اسامه، بس احقاقا للحق سهير عمرها ما ادت له فرصه، ودايما بتبين ان هي بتحب اسامه جدا ومتعلقه بيه، وان لاشين لما دخل حياتهم كان بمثابه اختبار للاسره دي ككل. يعني مع وجود لاشين في حدود الاسره دي بدات المشاكل تكتر حواليهم. يعني علاقه سهير واسامه اللي اتدشملت اصلا، عندك شيطان الرعب اللي سكن حفيدهم، ودي كانت مشكله كبيره جدا بالنسبه للاسره. كمان بقى لما بدا ان هو يكتب السلاسل ويحكي ويتغزل ويتكلم عن سهير، بدات الناس ان هي تقرا وتبتدي ان هي تتكلم وينغزوا كده بقى بالكلام. زي مثلا في حكايه الشمندوره لما مرات اخو اسامه بدات ان هي تعايرها يعني بالكلام وتقول لها ان لاشين بيتغزل فيكي والكلام ده. طبعا الكلام ده عمل مشاكل كتير، غير طبعا طليق بنتهم لما برضو قال كلام زي السم لاسامه. فهي حياتهم اتلعبكت بالمعنى الحرفي. بس مع كل اللي بيحصل ده اسامه كان بيحاول ان هو يبين لسهير ان هو بيثق فيها جدا، بس للاسف مع الوقت اتحول الثقه دي لتجاهل منه، وده دخل علاقتهم في منحنى مش حلو. انا جاي هدي النفوس. يعني انا بشوف ان لاشين نفسه عارف ان علاقه حبه بسهير دي علاقه مستحيله. يعني ببساطه ست متجوزه وبتحب جوزها جدا، وانت دخلت دشملت حياتهم. كمان انت نص انسان نص شيطان، يعني حواليك هاله من الرعب بترعب اي حد وبتبعد اي حد عنك. هتستحملك ازاي؟ قولي. هو بس كان حابب حالة الحب دي، وان هي حاجة بقياله من فترة مراهقته، وان هي مثلا الشخصية الوحيدة اللي خليها متمسك بانسانيته والكلام دي، وان هي حاجة مونساه في حالة الوحدة اللي هو عايش فيها. يعني انا شايفه كده اللي هو يعني اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب، اللي هو انا ما عرفتش اخد سهير اشيطن لهم حياتهم شويه يلا. يمكن ده ظهر جدا في عدد دقه ليل، لما سهير خدت حسن اللي هو يبقى صاحب اخو مهاب وراحوا لاشين المعمل بتاعه، وهناك بردت فده الشيل بتاعه يا حنين. وبعد الزياره دي حلفت ان هي مش هتيجي المعمل ده تاني، واديته الشال بتاعه. هو بقى بعد ما مشيت وضع الشال على كتفه وقال وضعت الشال على كتفي مكتفيا بما خلفته من عطر امتزج بعطري. اسامه بينهار. يعني هي علاقتهم عباره عن بقايا مشاعر من بعيد لبعيد يعني. بس كلام زي ده ما يتقالش يا لاشين برضو. يعني كلام ده زي ده يخرب بيوت الراجل اللي يعمل معاك ايه. بس فعلا اوقات تانية هتبقى مش عارف تحدد هل لاشين عايز فعلا يساعد سهير ولا عايز يتشمل لها حياتها وخلاص. يعني مثلا في وسط الاعداد مثلا لما كانت سهير واسامه زعلانين من بعض وهي كانت منهاره جدا، لاشين لما شاف وضعها بالوضع ده صعبت عليه، فقرر ان هو يكلم اسامه ويقول له ان سهير محتاجه لك جدا ولا تكن لزلا والا توليت امرها. بعد ما خلص معاه بدا ان هو يقول انه مسح دمعتين كانوا على الكيبورد ومش عارف جم منين، وهي دموع مش عايز بيخبي ان هو بيدمع. اعترف انا لاحظت. فهنا يصعب عليك جدا، شخص وحيد منبوذ ما عندوش حد، الشخص الوحيد اللي حبه في حياته علاقته مستحيله بيه، هنا يصعب عليك برضو. تيجي بقى في عدد زي نادي الصلعوات لما كان اسامه ولاشين بيتكلموا لحاجه انا مش هقولها ايه هي، في نص الكلام بيقول له ايه، انا العاشق وانت الزوج. يا حياتي. راجل جوزها ينفعش. هو اسامه رد عليه وشتمه يعني، بس ده اقل حاجه، الراجل جبل انه مستحمل ده كله. اسامه وصل لمرحله لما كانوا في دهب بدا يحس ان عيلته حرفيا بتروح منه. لما كان بيقول لهم لما كان بيتخانق معاهم انتوا خلاص بقيتوا عيله لاشين، بس احقاقا الحق لاشين كان مظلوم يومها. هو ما كانش رايح عشان سهير، كان رايح لهدف تاني. بس يعني عادي ظلمت في مره، شوف انت ظالم كم مره يا عم. سهير زي ما قلنا هي حب مراهقه لاشين،
واللي بعد ما فقد امه واخوه وتحول حياته الانتقام والتهام الشياطين، لو كانت سهير في حياته وحياته طبيعيه شويه ما كانش كل ده هيحصل. يعني انا شايفه ان لو كانت سهير في حياته كان هيدفن احبابه اللي هو امه واخوه، وكان هيعيش بشكل طبيعي جدا مع سهير وهيبكي عليهم ويفتكرهم، لكن وحدته هي اللي خلته ان هو يترمي في السكه دي اللي هو ما فيش حاجه في حياته. طب ما نجو انفر انتقام. بص والله هو الموضوع كومبليكيتد جدا، يعني انا حاولت ان انا اوصل فيه الحل ما عرفتش. ما تبقاش عارف تتعاطف معاه ولا تحس انه بيعك الدنيا على دماغ سهير وجوزها، يعني مش عارف. بس الاكيد ان شخصيه زي شخصيه لاشين هي شخصيه جذابه. على فكره لاشين ليه معجبات، هو نفسه كان مستغرب، بس انا مش مستغربه، وده لان الناس بتموت في العلاقات المستحيله. اديني في العلاقات التوكسيك المستحيله. اي شخصيه او علاقه مستحيله الناس بتنجذب اليها، بتكون حاجه جاذبه ومسليه جدا. بالمناسبه برضو من العلاقات التوكسيك في الحياه زي علاقه مثلا جبر بالاطفال، هتعرفوا اكتر في رحله اليابان. بس هو جبر ده المسؤول عن شيطنه الاطفال، اي وسوسه للاطفال جابوا الجبر. يعني في قصة اليابان هتفهموه اكتر. يعني اي اساطير او قصص خيالية تخص الاطفال فانت دور هتلاقي جبر هو اللي وراها. شوف لو انت عملت مصيبة وانت صغير دور هتلاقي جبر هو اللي وراها برضه. يعني كسرت كوباية زمان جبر السبب، عايز بوظ علاقتي بامي. ومع كلامنا عن لاشين لازم ان احنا نتكلم عن بطل غلاف سلسلة لاشين وهو الفنان الدكتور محمد خميس. بصراحة ده احلى ماتشي شخصيات شفته في التاريخ. يعني انا اسفة جدا انا بقيت اشوفك لاشين. انت اتحولت معايا لشخصية لاشين، يعني ده اتقانك للموضوع، يعني بصورتك لوحدها هي متقنة للشخصية. يعني بجد انا نفسي اشوف السلسلة دي على هيئة مسلسل او فيلم وتكون انت البطل، يعني هتكون روعة فنية. يعني بصراحة صوتك في الدراما الاذاعية تحفة. هو ضحكتك الشريرة ساعات بتخوف بس عسل يا فنان، يعني حلو. برضو كل الشخصيات تحفة، مهاب أسير بس لاشين حلو برضه. شايفاك ساكت يا صديقي، يعني انا شويه زعقت لك عشان انت عليت صوتك عليا، ما سالتنيش ازاي دلوقتي ايه اكتر عدد حبيته. في تقصير منك لينا حساب بعدين برضو. بصراحه كلهم انا بحبهم جدا، بس اكتر عدد انا بحبها اللي بيظهر فيها لاشين كتير. انا بحب برضو نادي الصلعوات، وبحب قوي حكايه الشمندوره، وبحب عدد الدجالين والعدد التاني والتالت. لا كلهم، مش هقول بقى كلهم زي ولدي. بص هو انا بحبهم كلهم، ده لان لما قريتهم في وقت انا كنت محتاجه حاجه تسحلني بعيدا عن الضغوطات اللي انا فيها، فهي كانت تجربه حلوه وخلابه، يعني قدرت ان هي تحطني في مود مختلف. فاهمني؟ يعني في السلسله دي هتحب، هتخاف، هتترعب شويه، مش قوي، انا ما كنتش بترعب بصراحه، بس الاكيد ان انت هتطلع مبسوط. عندي كده برضو ملحوظه، هي مش انتقاد على قد ما كانت اقتراح. يعني انا شايفة ان كل الشخصيات في العالم ده متعفرتين او ليهم علاقة بالشياطين. يعني لو كنا حطينا شخصيات تانية وتكون اساسية من كاركترز ويكونوا شخصيات طبيعية، هيدي كده توازن واقعي اكتر للاحداث، يخليني اصدق 100% ان العالم ده حقيقي. لكن مش في العالم بتاعنا الواقعي ان كل الناس ليهم نفس الصفات او الاختلافات دي. فاهمني؟ يعني ده رأي شخصي. يعني نيجي بقى للكاتبة استاذة شيرين هنائي، انا بحييكي جدا على المجهود اللي انت بذلتيه ده. يعني انا عارفة ان المعلومات دي محتاجة بحث جديد ومحتاجة دقة قوي، فاكيد السلسلة تعبتك جدا. وده مثلا يعني لمسته قوي لما كانت حتة مثلا في الاحداث بتعجبني وابتدي ان انا ادور على الاصل بتاعها، كنت بتعب قوي في اللف ان انا اوصل للمعلومة الحقيقية، ففي تعب في المعلومات واضح. فعندك حق تسمي نفسك تلميذة العراب. انا بحب احمد خالد توفيق، واي حد بيجي من ناحيته فهو حبيبي حبيبي، وفعلا انا شايفه ان انت واخده نفس الطريق، فاتمنى ليكي مستقبل كبير. يعني سلسلتك كانت خير صديق لي في وقت انا كنت حياتي مضغوطه، وكانت يعني حاجه طلعتني من مود وحش. فلو تعرفي توصليني بمهاب او لاشين هكون شاكره ليكي جدا. يا رب دي لما تسمع الحته دي. بصي هو انا وصلت لمرحله التصديق ان انا حاسه ان ممكن يكون فيهم حد حقيقي وهتعرفي توصليني بيه. ما تفكريش غلط، انا هعمل معاه لقاء بس مش هعمل اي حاجه تاني. لقاء بس كده. انا رغيت النهارده كتير، انا فضفضت قوي. اسيبكم اكل لحقت ان انا اموف اون لحلقه تانية يعني بشخصيات تانية، وكنتم مع كتاب من الاخر، وسلام. بالرغم من كل المصادر والمحاضر والقواضي اللي ضده، انا حاسس عايزين ان الخدود دي صعب تبقى شريره، صعب هذا الوجه صعب ان هو يعمل حاجه تاذي بشر. كنت قوي بجد.